لمست يدك يا حمدان، هل لمست في يد حمدان الركلة الجزائية بعد تسديدة كويار؟ إعادة شمراني ولمصلحة الهلال، لمست يد على حمدان، حاول إبعاد الخطر، حاول إبعاد الكرة لكنها لمست في يده، بالتالي ركلة جزائية لمصلحة الهلال. سينتظر حكم المباراة رافائيل كلاوس تأكد من هذه اللقطة من خلال مساعديه في غرفة الفيديو ما إذا كان فيها ركلة جزائية لمسة يد وبالتالي تثبيت القرار أم يعتبرها غير متعمدة تقديرية تبقى. سيضطر الحكم للذهاب إلى الفار للفيديو للتأكد بنفسه ما إذا كانت ركلة جزاء أم لا. طبعا مساعدة في غرفة الفيديو كان يتكلم انه وفضل انك انت بنفسك تشوفها يا حكم، انه انت يا سيد رافائيل كلاوس شوف اللقطة وهي تبقى تقديرية ما اذا كان فيها اعتراض لمس الكرة باليد ام لا، هل كبرت اليد جسم اللاعب، هل كان فيها ركلة جزاء ام لا. شوف حكم المباراة يتأكد من هذه اللقطة ما اذا كان حمدان اعترض الكرة بيده، إذا كبرت جسم اللاعب. هي من الأشياء التقديرية لحكم المباراة اللي يشوفها في مرة ومرتين، ولقطة صعبة بصراحة، صعبة للغاية في هذه الأثناء من جانب رافائيل كلاوس اللي تأكد من هذه اللقطة اللي كانت بين بعد تسديدة غوستافو كويار وبعد ذلك لمست في حمدان الشمراني في يد حمدان الشمراني. بالتالي حكم المباراة يتأكد ما إذا كانت ركلة جزاء أم لا. سننتظر وإياكم الحكم البرازيلي يأخذ وقت أطول للتأكد من هذه اللقطة اللي نشوفها في هذه الأثناء. بعض الحكام لا يأخذ وقت طويل في التأكد من مثل هذه اللقطات، بعض الحكام الآخرين يحب يتأكد من جميع الزوايا من جميع التفاصيل، لا يريد أن يتخذ قرار إلا وهو متأكد منه 100%. في هذه الوضعية الحكم يتأكد من لقطة حمدان الشمراني. بعد أن تشاور مع مساعديه وشاف أشار إلى وجود ركلة جزاء وتسديدة غوستافو كويار، بعد ذلك لمست في يد حمدان الشمراني. الحكم أشار إلى وجود ركلة جزائية هلالية سيكون على تنفيذها سالم الدوسري، وسالم الدوسري يعيش فترة رائعة جدا. التورنيدو يتألق في بطولة الدوري وأيضا بطولة الكأس، لكن مارسيلو